هل يمكن فعلا بناء منزل مساحته 100 متر في المغرب بميزانية معقولة سنة 2026؟ الكثير يعتقد أن الأمر بسيط، لكن عند الدخول في التفاصيل تبدأ الأرقام في الارتفاع مرحلة بعد مرحلة. في هذا الفيديو سنكشف التكلفة الحقيقية لبناء منزل 100 متر خطوة بخطوة، من أول حفرة في الأرض إلى آخر طبقة طلاء على الجدران، حتى تكون لديك صورة واضحة قبل أن تبدأ مشروعك. لنبدأ من البداية. أول مرحلة هي الدراسة والتخطيط. قبل لمس الأرض يجب إعداد تصميم هندسي يحترم المعايير التقنية. تكلفة التصميم قد تتراوح بين 5000 و15,000 درهم حسب المدينة وخبرة المهندس. هذه الخطوة ليست رفاهية، بل هي الأساس الذي سيحدد كميات المواد وتفاصيل التنفيذ. بعدها ننتقل إلى مرحلة الحفر. تكلفة الحفر تختلف حسب طبيعة التربة. في المتوسط يمكن أن تتراوح بين 8,000 و15,000 درهم. إذا كانت الأرض صخرية أو تحتاج إلى تسوية إضافية فقد ترتفع التكلفة. ثم نصل إلى أهم مرحلة في البناء وهي الأساسات. الأساسات هي التي يستحمل وزن المنزل بالكامل لسنوات طويلة. تشمل هذه المرحلة الحديد والإسمنت والحصى والرمل إضافة إلى اليد العاملة. في الظروف العادية قد تتراوح التكلفة بين 60,000 و90,000 درهم. أي محاولة لتقليل الجودة هنا قد تؤدي إلى مشاكل مستقبلية مكلفة. بعد تثبيت الأساسات يبدأ تشييد الهيكل الخرساني، الأعمدة، الجدران، وصب السقف. هذه المرحلة تعطي المنزل شكله الأساسي. تكلفتها غالباً ما تتراوح بين 70,000 و110,000 درهم حسب نوع السقف وكثافة الحديد وجودة الخرسانة المستعملة. الآن بدأ المنزل يظهر، لكن العمل لم ينتهي بعد. ننتقل إلى الكهرباء والسباكة، وهما من أكثر المراحل حساسية. تكلفة الكهرباء قد تتراوح بين 15,000 و25,000 درهم حسب عدد الغرف ونقاط الإضاءة. أما السباكة فقد تتراوح بين 20,000 و35,000 درهم حسب عدد الحمامات وجودة الأنابيب. اختيار مواد جيدة هنا يوفر عليك إصلاحات مستقبلية باهظة. بعد ذلك تأتي مرحلة العزل. العزل المائي والحراري يحمي المنزل من الرطوبة والتسربات ويحسن الراحة داخل المنزل. تكلفة هذه المرحلة قد تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم حسب نوع المواد ومساحة السطح. وأخيراً نصل إلى مرحلة التشطيب، وهي المرحلة التي تحدد الشكل النهائي للمنزل. السيراميك، الطلاء، الأبواب، النوافذ، والتجهيزات الصحية. تكلفة التشطيب تختلف كثيراً حسب الذوق والميزانية. بشكل عام قد تتراوح بين 70,000 و150,000 درهم. الآن دعنا نجمع الأرقام. إذا أخذنا متوسط التكاليف لكل مرحلة، فإن بناء منزل مساحته 100 متر في المغرب سنة 2026 قد يتراوح تقريباً بين 250,000 درهم و450,000 درهم. الرقم النهائي يعتمد على المدينة وجودة المواد ومستوى التشطيب واختيار العمال. السؤال الأهم ليس فقط كم ستدفع، بل كيف تخطط. من الضروري إضافة ما لا يقل عن 10% من الميزانية كمصاريف غير متوقعة. كما يفضل الاتفاق كتابياً مع العمال وتحديد مدة الإنجاز لتفادي أي تأخير أو نزاعات. بناء منزل هو مشروع حياة، والتخطيط الجيد هو ما يصنع الفرق بين تجربة ناجحة وتجربة مكلفة. إذا وجدت هذا الشرح مفيداً تابع القناة لأننا سننشر قريباً فيديوهات جديدة حول أسعار مواد البناء المحدثة وتكلفة مساحات مختلفة ونصائح عملية لتقليل التكاليف دون التأثير على الجودة. إلى اللقاء في الفيديو القادم.